السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض اصابع الجلاش بالكنافة. عملناها مع بعض قبل كده وهنعملها مع بعض تاني ان شاء الله. الفيديو يكون جميل. عاوزة اقول لكم الاصابع النهاردة جميلة جدا. الجلاش مقرمش من بره وطري من جوه، غير حشوة الكنافة كمان تحفة جميلة جدا. تعالوا مع بعض ندخل على الفيديو ونشوف احنا عملناها ازاي ونشوف طريقتنا ازاي. عايزة منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واللي اول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. انا جبت هنا معايا لفتين جلاش، معايا لفة دلوقتي وهطلع لفة تاني، وكمان جبت نص كيلو من الكنافة هحمره وهنشوفه مع بعض دلوقتي. انا كنت حطاها في الفريزر وهبدأ دلوقتي افركها زي ما انتم ما شايفين كده، وهناخدها مع بعض ونحمرها على البوتاجاز. ممكن كمان تعمليها في الفرن البوتاجاز او في الميكرويف عادي. انا حطيت هنا معلقه سمنه كبيره، وكمان سخنتها ونزلت عليها بالكنافه، وهفضل اقلب كل شويه لحد لما تديني اللون اللي انا عايزاه. انا هنا في المرحله دي انا مهديه النار خالص علشان خاطر الكنافه ما تتلسعش مني. زي ما انتم شايفين كده من وقت للتاني بقلب فيها علشان كلها تبقى لون واحد وما تكونش متحروقه مني وتمرر الطعم مني خالص. بعد ما تديني اللون اللي انا عايزاه بجيب نص فنجان عسل كده من اللي انا كنت عاملاه للكنافه، للجلاش يعني اللي هسقي بيه الجلاش، وهبدا انزل بيه كده هوت عليها وهقلبها كويس جدا. سبتها لما بردت بالشكل ده، وهنبدا بقى نعمل الخطوات اللي بعد كده. معايا هنا كوباية سمنة، دي سمنة بلدي أنا مسخناها وفضيتها هنا في العلبة دي علشان خاطر تبرد. هجيب بقى لفة الجلاش بتاعتي، وزي ما قلت لكم أنا هعمل لفتين. همسك اللفة الأولانية هعملها معاكم وبعد كده هكمل الباقي مع نفسي. دي لفة جلاش بالشكل ده كده. اللفة دي حوالي 350 جرام بالشكل ده كده. لو انت عايزة تجيبي اللفة الكبيرة اللي هي نص كيلو مفيش مانع، اللي يريحك واللي في إمكانياتك. هنا انا لقيت اللفه دي مقطوعه، هقول لكم هعمل فيها ايه دلوقتي. بس هبدا دلوقتي ادهن الصينيه بتاعتي بالسمنه علشان خاطر دي خطوات. هدهن الصينيه بتاعتي كده كلها من الجوانب بالشكل ده كده علشان خاطر هنزل بقى بالجلاش فيها. انا لقيت هنا لفه الورقه دي متطبقه، مش هرميها ولا اي حاجه، هطبقها واحطها كده وهدهنها بالشكل ده. انا هعمل الصباع اللفه بتاعتي الكبيره هعملها عباره عن ورقتين جلاش في قلب بعض علشان خاطر تكون اللفه مسنوده، وكمان اللي ياكل كده يبقى بيستمتع كده بالكنافة وهي بالجلاش وهو محشي كده كنافة، ويشوف طعم الاتنين من بعض. هبدأ بقى ألف كده وهاجي عند الحروف كده هداري الحشو علشان خاطر ما تطلعش بره وتقع من اللفة. تمام. انا بدهن ورقة واحدة بس، ما بدهنش الورقتين. وطبعا كلنا عارفين ان اول ورقة ما بتبقاش مظبوطة قوي، بس بعد كده هبدأ الفها. انا هنا كنت هحطها في الجنب، بعد كده قلت لا خلاص انا هحطهم بالعرض كده. تمام. وانتي بتلفيها حاولي على قدر الامكان تتكي عليها شوية علشان لما نيجي نقطعها ما تبقاش مفرفتة ومتفككة من بعض. آه زي ما عملنا في المرة الاولانية هنعمل في المرة التانية. هنزل بقى كده بالكنافة على لفة الجلاش، وبسيب اول حرف كده من اللفة بتاعت الجلاش علشان خاطر الفها واتنيها على اللفة بتاعتي. بصوا بالشكل ده كده، وانتي بتلفي حاولي تتكي شوية على على اللفة بتاعتك علشان تطلع كلها ما مظبوطة. تمام. انا بقى هكمل باقي الكمية معايا مع نفسي، وبعد كده هرجع معاكم نشوف النهائي، الشكل النهائي. هنا معلش انا كان معايا تليفون وسبت السمنة فجمدت شوية من المروحة، بس مش مشكلة. دول لفتين جلاش علشان تبقى عندكم فكرة. بصوا هبدأ بقى دلوقتي بعد ما خلصت كل الكمية واللف بتاعها هدهنها كلها كده بالسمنة علشان خاطر لما اجي اقطعها ما تتكسرش وتتفرفت مني. تمام. ادهنيها كويس جدا كده والاحرف كويس جدا بالسمنه، وبعد كده هبدا بقى اقطعها. قطعي بقى التقطيعه المناسبه ليكي واللي انت بتفضليها. انا هقسمها كده وهقطع بعد كده كل جزء اتنين علشان خاطر انا عايزه اصابع الجلاش بتاعتي ما تكونش صغيره قوي ولا كبيره قوي. وبرضو الحاجات دي بتبقى اذواق وبترجع لك انت وبترجع لذوقك اللي يريحك.
وزي ما بقول لكم انا عملت لفه صباع الجلاش كل لفه بورقتين جلاش. ممكن انتي لو عايزه تزودي في الكميه ممكن تعمليها بلفه واحده بورقه واحده، وتكوني تانية الورقه نصين علشان خاطر تديكي سمك كويس. هدخلها الفرن على درجه حراره 25 دقيقة، على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة أو 30 دقيقة على حسب فرنك. أول لما بتطلع بسقيها بالشربات. الشربات بتاعي كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية، نص عصرة ليمونة، وورقة فانيليا، وبسيبها لمدة 5 دقايق وبيغلي وبقى زي الفل. طلعت بالشكل دوت وسقيتها بالشربات، وعايزة اقول لكم شكلها وطعمها في منتهى الجمال، مقرمشة من بره وطرية وهشة من جوه. للعلم ان احنا دهنا راق واحد بس من ورقة الجلاش. بصوا الجمال. عايزة اقول لكم حاجة كده في منتهى الجمال، طعمها جميل جدا. الكنافة من جوه طعمها تحفة. الفانيليا اللي انا حطيتها على الشربات مديها طعم حلو قوي، احسن من طعم المحلات بالظبط. حاجة بسيطة جدا بلفتين جلاش. مش هقولك اعملي لفتين، اعملي لفة على قدك، على حسب افراد اسرتك وعلى حسب ما انت ما محتاجة. هتطلع لك كمية هايلة جدا، ولو انت قطعتي قطعية اصغر من دي هتديكي كمية هايلة جدا. عايزة اقول لكم الجلاش طعمه جميل جدا، اتمنى ان انتوا تجربوه. ولو عجبكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. استودعكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.